فين الحكمة لما يموت لك حد عزيز عليك أو حد كان كل حاجة حلوة ليك في الدنيا دي؟ فين الحكمة من كده؟ مش ليه كده؟ ممكن يكون ما الحكمة عشان أقول لك. قال أنس رضي الله عنه: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت أم سليم لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. وبعد كده لما جه قربت له العشاء وغيره، وبعد كده قالت له: أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ فقال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. يعني لو حد سلفك حاجة وبعد كده طلب الحاجة اللي سلفها دي، هل ليك إنك تمنعه؟ فقال: لا. وكذلك الله سبحانه وتعالى سلفك الشخص العزيز ده، أو الشخص اللي كان كل حاجة ليك حلوة في الدنيا دي، وبعد كده الله سبحانه وتعالى خد السلفة دي لحكمة، وعشان يعلمك إن الحياة الحقيقية الخالدة في الجنة مش في الدنيا. بعد كده قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة بعدما حكى لي اللي عملته أم سليم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فهل تحب تجزع وتكون شخص سلبي، ولا تحب تكون إيجابي وتكون زي أم سليم اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: دخلت الجنة فسمعت حشفة فقلت: من؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك.